صباح الخير على الناس الحلوين اللي بحبهم وبحب اشارككم معايا. ربنا يخليهم لي يا رب، ما يحرمنيش منهم دايما كده يا رب، يشاركوني بتعليقاتهم الجميلة. والنهاردة يا حبايب اهوت حبايب الحلوين جمال وحنين ومحمد بدأوا الحفظ همت يا حبايبي، علشان خاطر ان شاء الله كده الكتاب هيبدأ من بكرة يبقوا رايحين حافظين. ودايما كده يا رب ربنا يوفقهم هم واولادكم، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، ما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. اكتبوا لي في التعليقات كده ربنا يخليهم لي ويجعلهم لي من حفظة القرآن الكريم. ربنا يا رب يخليكم ويخليكم اولادكم يا رب. وان شاء الله هوريكم بقى الاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ اي حاجة احنا متعودين مع بعض دايما بنصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قبل ما نبدأ اي حاجة يا حبايبي كده احنا متعودين مع بعض دايما بنصلي على النبي. تعالوا بقى يا حبايبي النهاردة كده نعمل أكلة جميلة مع بعض وموفرة وزي العسل. دلوقتي يا حبايبي هعمل معاكم صينية فتة وهعمل صينية رقاق. وبصوا تعالوا بقى نشوف الخطوات ازاي. ادينا اهوت معايا الطماطم ومعايا البهارات ومعايا كل حاجة، واللي انا وريتها لكم ديت سمنة زبدة لازما بنحطها كده للفتة وللرقاق، بتخلي طعم الاكل جميل. شايفين اهوت يا حبايبي؟ جبت معلقتين هريسة توم ومعلقة فلفل احمر، وهنجيب حبة زيت وحتة سمنة كده وهنشوحهم على النار، هندوم تشويحتين وهننزل بالطماطم. وبعد ما نزلنا يا حبايبي بالطماطم اهوت شايفينها قدامكم ما شاء الله الطماطم حمرا ازاي. ودايما يا حبايبي علشان الصلصة بتاعتك تبقى حمرا هقولك معلومة: ما تغطيش الحلة بتاعت الطماطم اول ما يعني هتغطيها اول ما تغلي كده غلوتين، هتبقى تشيل الغطا من عليه. ليه يا ام حنين كده؟ علشان خاطر لما بتغلي البخار بينزل عليها تاني بيخلي لونها تبقى بيضة ما بتبقاش حمرا. ادينا اهوت نزلت بالبهارات والملح والدقة وكله، وبعدين هغطيها كده لحد ما تغلي غلوتين، وهشيل من عليها الغطا علشان خاطر تبقى حمرا معانا وحلو. ودهوت يا حبايبي دي شكل العيش اللي هنعمله الفت. انت بتعملها بعيش ناشف ولا عيش ايه يا ام حنين؟ بكون محمصه العيش دي يا حبايبي، محمصاه ومنشفاه خالص وبعمل بيه الفت. وبعمل يا حبايبي الفتة برز ابيض، ما بعملوش رز بشعريه. والله تشوفوا الخطوات هتعجبكم ان شاء الله. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. بحبكم في الله. شايفين شكل يا حبايبي الطماطم؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين لونها احمر ازاي وجميله ازاي؟ والله يا حبايبي الاكل ده كان يستاهل بقكم. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. دايما بحب اشارككم معايا في كل حاجه لانكم انتوا اخواتي وحبايبي. بصوا اي حاجه ما تعجبكوش اكتبي لي في التعليقات وانا هغيرها عادي، ما فيش اي مشكله، لان احنا اخوات. واللي هيعرف طريقه كده احسن مني يقول لي برضه، ما فيش مشكله عادي. اهوت يا حبايبي جبنا حله فيها حبه زيت وحته زبده، وهننزل عليها بالرز اهوت وهنديله تشويحتين. احنا متعودين يا حبايبي مع بعض دايما واحنا بنعمل الرز ما بنحطش الشوربه الا لما يكون الرز يسخن معانا شويه. ليه يا ام حنين؟ علشان خاطر لو ما سخنتيش الرز شويه كده بالزبده والزيت هيبقى طري منك ومش هيبقى مفلفل وحلو. شايفين يا حبايبي اهوت ما شاء الله بعد ما زودت اهو. وعلشان خاطر اللي ما بيعرفوش يزودوا، شايفين انا حطيت المعلقه ازاي؟ علشان البنات اللي لسه بيتعلموا جديد هتحط كده المعلقه هتبقى معاك نصها في الشوربه، نص المعلقه هتبقى في الشوربه كده ما شاء الله الرز هيطلع معاك مفلفل وجميل. وهنجيب يا حبايبي كده القارب اللي انا حطيته الصينيه الجميله ديت، واحط فيها حته زبده ومعلقتين توم تاني. الايه دي يا ام حنين؟ للعيش يا حبايبي. شايفين اهو هديله تشويحتين تانيين اشوح فيه كده بالزبده والثوم لحد ما لون ما يبقى يتحمص معانا كمان غير ما هو متحمص. انت بتعملي ازاي يا ام حنين الفته كده بالعيش ناشف؟ والله يا حبايبي مش قادره اوصف لكم كانت جميله ازاي. وهديها بقى شفت زي ما اكون بتزودي رز، هتشوفوني دلوقتي وانا بزودها وهوطي بقى مسافه ما تغلي معانا كده غلوتين هتروحي بقى موطيه عليها النار. هتاخد بقى وتدي مع بعضها كده وهتبقى جميله وما شاء الله على طعمها يبقى زي العسل. اهوت يا حبايبي زودتها اهو ما شاء الله. شايفين التزويد عامل ازاي؟ يعني لازم انت تزوديه علشان خاطر العيش دي معانا ناشف مش طري. ما تخافيش مش هتتعجن منك. وهنغطيها كده وهنوطي عليها النار بعد ما تغلي غلوتين، وهوريكم شكلها يا حبايبي بعد ما عمل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده.
والله يا حبايبي قومي كده انو ما تكسليش، احنا النهارده كده كنا هنعمل محشي، بس بصراحه لقينا ايه، كل خميس بعمل معاكم المحشي، قلت لهم نغير المره دي عشان حبايبي يتفرجوا عليا كده ويشوفوا جميع الاكلات بتاعت اللي انا بعملها. شايفين يا حبايبي شكل الرز لونه ابيض وجميل ازاي ما شاء الله. اما بتعملي يا حبايبي الرز الابيض ده دايما يعني ايه تغسليه حلو علشان خاطر لونه يبيض معاه. شايفين يا حبايبي شكل صينيه الفته كده العيش بعد ما عمل معانا اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين المنظر جميل ازاي. والله يا حبايبي كان طعمه زي العسل اهو. كده يا حبايبي اهو اتعمل معانا الشرب اهو خالص اكنه يعني ايه رز اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنيجي بقى مع بعض كده نعمل صينيه الرقاق. عندنا يا حبايبي ما بنحبش احنا نحط في الرقاق لحمه، هما متعودين زي ايام زمان هنا حماية وكلهم بيحبوه زي الفطير المشلتت كده اهو. شايفين بقى بحط الصينيه كده، بجيب صينيه وابل فيها الرقاق، بس اهم حاجه تكون الشوربه معاكي تكون بارده ما تكونش سخنه، علشان خاطر يا حبايبي لو سخنه الرقاق ده هيتعجن مني. ازاي يا ام حنين؟ الرقاق دي ما بيتحملش يا حبايبي، احنا عاملين اهو ما شاء الله رقيق وابيض وجميل اهو. شايفيني بحط الشوربه ازاي بالمعلقه بحرص علشان خاطر ما كترش الشوربه عليه ويبقى معجن مني. كده يا حبايبي الرقاق بيبقى كده ما شاء الله بيندغ كده وبيبقى جميل وحلو. وهو بحط الرقاقه وانزل عليها بالسمنه، كل رقاقه بحط عليها سمنه. والله يا حبايبي بصوا يعني مش قادره اوصف لكم كان عامل ازاي، وشكله حلو وجميل واديته اللون الذهبي كده، وتشققيه بيبقى معاكي ما شاء الله زي الفطير المشلتت اهو. شايفين اهو بنزل بالشوربه اهو. بصي بلف الرقاقه كده ودايما بحط عليها كلها شوربه، بس ما تكتريش الشوربه. والشوربه ديت يا حبايبي تكوني كده محيقاها حلو علشان خاطر الرقاق يبقى طالع معاكي طعمه كويس وحنط وحلو. والله يا حبايبي ما قادره اوصف لكم كان جميل ازاي. شايفين اهو بعد بسم الله ما شاء الله ما حطيت في الصينيه الرقاق، بس انا يا حبايبي هدخله الفرن وهوريهولكوا كمان هو في الفرن ما شاء الله. والله يا حبايبي كان منظره زي العسل ما شاء الله. اهوت بعد ما خلصت الاكل والله يا حبايبي يستاهل بقكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلوكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. شايفين يا حبايبي الاكل وجمال الاكل ما شاء الله. شايفين منظر مش قادره اوصف لكم كان عامل ازاي. بحبكم وبحب اشارككم معايا في كل حاجه، ما بحبش اعمل حاجه من غيركم، وبحب تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة ديت علشان خاطر يعني ايه نبقى مع بعض على طول ومن يعني ما نستغناش عن بعض. ربنا يدومكم نعمة في حياتي يا حبايبي ويبارك لي فيكم يا رب. ولو يعني بصوا معلش طولت عليكم او حاجة ما عجبتكوش او كده تكتبوا له في التعليقات، انا قبل اي تعليقات منكم والله يا حبايبي لان انا بحبكم في الله. شايفين يا حبايبي المنظر ما شاء الله، صينيه الفته وصينيه الرق والفرختين دول يستاهلوا بقكم والله ما شاء الله. دي يا حبايبي بقى بتبقى اكله خفيفه كده واحلى من المحشي واجمل من المحشي، وطعمها كمان بيبقى حلو. وبصي منظرها كده يعني ايه شكله حلو بصراحه يعني، والطعم كمان مش قادره اوصف لكم الطعم كان عامل ازاي. ما شاء الله يعني صينيه الرق ما شاء الله حلوه، وصينيه الفته معاكم اهيت بسم الله ما شاء الله اهيت كده بنحطها كده يا حبايبي، واللي عايز بياكل منها يعني كده ياكل، عايز في طبق ياكل. ما شاء الله منظرها جميل وحلو. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. بحبكم في الله يا حبايبي والله ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. ودايما يا حبيبتي اللي بتتعب في دار الراجل ربنا بيراضيها، ما تفكريش كده ان انت بتتعبي على الفاضي، لا ده انت بيبقى لك في الاخره صواب، يعني هيبقى مستنيكي كده في الاخر يعني بكفايه بس الحسنات اللي هتبقى لك في الاخر. والشغل ما بيتعبش والله يا حبايبي. بس بصي قومي كده وما تكسليش وانت هتلاقي كل حاجه في ايدك سهله وبسيطه. وانتم مفكرين يا حبايبي كده ان انا عملت معاكم الاكل دي بس؟ والله يا حبايبي من ساعه الصبح وانا ما قعدتش وعادي وانا مش تعبانه. اهم حاجه ربنا يديني الصحه. رحت السوق بس انا ما حبيتش اصور لكم السوق لان انا بصور لكم كل مره. ولو عايزين اصور لكم السوق اكتبوا له في التعليقات عادي وانا هصور لكم. وروقت الدار انتوا كنتوا شايفين معايا امبارح المنظر كان امبارح يعني مش عايزه اقول لكم كان المنظر عامل ازاي، بس انتوا شفتني بعد ما خلصت عادي، والشغل عادي ما بيتعبش وكل حاجه بصي بتخلص والعمر الاخر بيخلص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.